كتبدا القصه ديال الفيلم ديالنا من هاد القاعه ديال الامتحان والمرشحين كل واحد في بلاصتو. كيجي عندهم المراقب كيهنئهم انهم وصلوا للمرحله النهائيه ديال الامتحان، وكيقول لهم باللي الا ما قدرتوش تبقاو على قيد الحياه في مرحله الاختيار فراه ما غتمكنوش من الاستمرار. وبزاف ديال المرشحين بغاو يوصلوا لهاد المرحله وما قدوش، وانتوما نجحتوا. بقات لكم عقبه واحده وتلتحقوا بالصفوف ديالنا. الامتحان راه بسيط بالمقارنه، ورغم ذلك هو اللي غيحدد شكون اللي غيقدر ينجح. وكيخبرهم باللي ما كاينش شي قانون في هاد القاعه من غير القواعد ديالهم، باللي عندهم سؤال واحد والمطلوب اجابه واحده، واذا حاولوا الاتصال به ولا مع الحارس غيتم الاستبعاد ديالهم، واذا فسدوا الورقه ديالهم عن قصد ولا غير قصد غيتم الاستبعاد ديالهم، وإلا اختاروا يغادروا هاد القاعة عن أي سبب من الأسباب غيتم الاستبعاد ديالهم كذلك. وكيعطيهم 80 دقيقة في الاختبار، واللي هي غتحدد 80 سنة من الحياة ديالهم. والقواعد دابا كلها واضحة قدامهم. كيبدا الاختبار كيبقاو يشوفهم وكيلقاو حتى سؤال قدامهم وعلاه من غيجاوبوا واش غيديروا في هاد الحالة. وحده منهم كتبدا كتجاوب باللي راه تستحق هاد الخدمة، بحال الا استنتجات السؤال هو قولي لنا علاش غندير نخدموك انت بالضبط. وتما كيجي الحارس كيخرجها حيت فسدات الورقه ديال الامتحان ديالها. هادشي غريب ياكم، حيت هي غير كتبات وما دارت حتى شي حاجه غلطه. ودابا شنو خاصهم يديروا في هاد الحاله؟ شنو يقدروا يكتبوا في هاد الورقه؟ هاد صاحبنا بقى كيشوف وكيقول لهم الامر ما متعلقش بداك الشيء اللي قال، بالعكس داك الشيء اللي ما قالش هو المهم. هو قال باللي ما يمكنش نتواصلوا معاه ومع الحارس وماشي بيناتنا. هما تما كيقولوا شكون لقى الجواب. صاحبنا كيقول لهم الامر ما متعلقش بالجواب وانما بالسؤال شنو هو، وباقي لهم 74 دقيقه باش يكتشفوه. هادشي الا كانت الاجابه غتستغرق منهم دقيقه واحده. صاحبنا كيقول لهم بلي خاصنا نتعاونوا. اللي معاه كيقول له لاش نعاونك باش تفوق عليا في الامتحان. هو كيقول له ما غنتعاونوش في الجواب وانما غنتعاونوا باش نلقاو السؤال، وهما راهم طالبين منا نتعاونوا، وهذا راه عمل جماعي. هاد اختنا كتقول لهم بلي حنا في سيناريو ضغط مربك ومحدد بزمن مهم، وهذا اختبار ديال الذكاء والمرونه ديالنا باش يبان اسوأ ما فينا والافضل كذلك. وتما كيتفقوا باش يتعاونوا وكيفكروا يخدموا اسماء مستعاره ولا شي ارقام بيناتهم ولا حتى الهيئه ديالهم. وهاد صاحبنا هو اللي كيعطيهم الاسامي. وصاحبنا الكحل كيقول له انت هو عزي وانا البيض وانت القهوي والزعره والغامضه. وفي الاخير كاين هاد صاحبنا الصمت وكيقول لهم شنو اخر ما منعوش واللي هو الوقوف والتحرك بحريه. وهاد اختنا كتفكر باللي الا كان السؤال كاين ولكن ما باينش، خاص الضوء ولا الماء باش يبان. القهوي كيقول لها ما كاين والو، وهي كتقول له باللي هذوك مصابيح هالوجين خاص الاخرين. هو كيقول لها راه ما غيعضوكش. تما كتنوض كتحقق. الزعره كتقول لهم الا كان هذا القلم ماشي للكتابه وانما نضللوا به الورقه كامله باش نعرفوا السؤال. وعزي تما ما كيخليهاش وكيقول لها باللي الا ضيعتي ورقتك فراك مشيتي، حنا ما عارفين شنو هو التعريف ديال الافساد هنايا. والغامضه كتقول لهم يمكن كل واحد عنده سؤال مختلف على الاخر. والقهوي كيقول لهم يمكن خاص كل واحد يكتشف السؤال بطريقه مختلفه وحنا ما كانش خاصنا نتعاونوا. وعزي كيقول لهم السؤال يمكن يكون في ورقه واحده من هادو كاملين، خاص كل واحد يشوف ورقته في الضوء. وهذا صاحبنا حاضي غير الوقت وساكت. وعزي كيقول لهم يمكن كاين ضوء ما قادينش حنا نشوفوه بحال الاشعه الحمراء او الاشعه الصينيه. الزعره كتبقى كتشوف حتى كتكتشفها ولكن خاصهم يشعلوها وهي اضواء طوارئ وخاصهم يخلقوا شي حاله ديال الطوارئ. القهوي كيقول لهم الا فشلنا فراه ما عندناش كيفاش نرجعوا. هما كيصوتوا واش يديروها ولا لا، الاغلبيه كتوافق. كيهرسوا الضواو كاملين وهما كيشعلوا اضواء زرقين وهما ماشي هادشي اللي بغاو ولكن استحقات المحاوله. وهاد اختنا كتقول لهم خاص نهرسوا حتى هادي من تحتها راه كاين ضو واحد اخر. وعزي كيهرسها وكيعرف باللي كاين الاشعه الحمراء من تحتها واللي غتكون اقل انتشار من البنفسجيه. ومؤرخين الفن كيخدموها باش يحددوا عدد طبقات السطح العلوي، واذا كانت شي طبقه في الورقه مخفيه فراه غتبان. وكيهرسوهم غير بالعقل وهما كيشعلوا قرابل الاشعه الحمراء ولكن بدون نتيجه. هما كيبداو يتعصبوا وداز الربع ديال الوقت ديالهم. صاحبنا كيقول لهم يمكن الشركه يابانيه وهذا امتحان ديال طي الورقه واللي هو فن ياباني كيصوبوا به اشكال بحال الورد والحيوانات. وكيتفكروا باللي ما خاصهمش يفسدوا الورقه. كيهزوا الورقه ديال السيده اللي خرجات وعليها كيجربوا القلم ومكينجحش وكيكونوا خدموا الضوء الرصاص بدون نتيجه وبقى لهم السائل. واذا كان السؤال علامه مائيه فراه غادي يبان. كيقطعوا على اربعه ووحده كيتبول عليها. وهو صاحبنا كيبدا كيدوي ولكن بالفرنسيه. واختنا كتبدا كترجم ليهم اش كيقول. وصاحبنا كيكون كيقول باللي واش شفتي داك الشيء وكيدير الزاج في الورقه وكيقول لهم واش كتشوفوا راسكم. والقهوي كيقول لهم هذا راه ماشي امتحان بالشكل التقليدي. المرحله النهائيه وصلوا ليها 4 النساء و4
بالرجال، كل واحد عرق وثقافة مختلفة وشني ملائمة هذا الشيء للنظام. هذا نوع من التجارب في الحراك الجماعي، وكيقول لهم باللي هذه لعبة هما كيتراهنوا علينا وكيقصد بها مجلس الإدارة، وكيقول لهم في الغالب هما راه كيشوفونا وكيراهنوا على الأفكار ديالنا، شكون اللي غيقدر يحل هاد الشفرة وشكون اللي غادي يخسر وشكون اللي غادي ينهار تحت الضغط. والسمرة كتقول لهم يمكن يكون غير المراقب تما، هو كيقول لها واش نقمروا عليها، وهاد اختنا كتقول لها القهوي كيهضر بحال شي مقامر وهو باين قمار ديال بصح. تما كيقول لها انت هي طبيبه نفسيه وفكره امتلاك القوه هي تمارسها بكل اشكالها وحنا بيادق في هاد اللعبه. صاحبنا كيقول لهم هادشي ما كيبدل والو، الالعاب يمكن تربح فيها كفريق ولا كافراد. القهوي كيقول لهم هادشي الا ما كانش طريقه باش يربحوا هما هي نخسروا حنا كاملين. اختنا كتقول له انت غلط، ما كاينش اللي كيراقبنا والرئيس التنفيذي هو اللي كيدير كل شيء، والا كان شي واحد حدا المراقب فراه هو، وهذا الشيء حيت حنا راه مميزون. وكيقول لها كيفاش عرفتي هذا الشيء، انت راك كتعرفي المدير التنفيذي والشكل ديالو. وهذا صاحبنا كيقول لها كيفاش غنعرفوه، هو تم الصياد ديالنا، واش هذا الشيء ما وقعش معاكم نتوما؟ هما كيقولوا له لا، حنا تقدمنا لهاد الوظيفه وكنعتقدوا باللي كل شيء تقدم ليها. وكتقول له واش انت واصل حتى لهنا وما عارفش شكون هما، وكيخبرهم باللي داروا رواتب وفوائد ووصفوا الوظيفه بالتفصيل. مطلوب مستوى عالي من المسؤوليه في شركه فورتشون 500 لتصنيع احدث التقنيات في ركن الخدمه الصناعيه، وهذا الشيء اللي كاين. هو كيقول لهم نتوما كاملين تقدمتوا، والقهوي كيقول لهم الا كانت هذه وظيفه رفيعه المستوى علاش هما محتاجين يديروا اعلان، وكيخبروه باللي ما داروش ولكن هما عندهم المصادر ديالهم. وهو كيقول لهم خاصكم تقولوا لنا الوصف ديال هذه الوظيفه، ولكن حتى هما ما عارفينش. الحاجه الوحيده اللي عارفين هي اسوأ وظيفه عندهم احسن من اي وظيفه يمكن يقدمها لهم شي شخص. هما كيقولوا لها دوي لينا على المدير التنفيذي، وهي كتخبرهم باللي قبل 10 سنين بزاف ديال الشباب حول العالم ولاو مرض وكيموتوا، وتم باحث طبي سجل براءه اختراع لواحد المثبط للفيروس، ومعدل الوفيات وصل للنص في شهر. ودابا الشركه ديالو هي اللاعب الاكبر في المبيعات الصحيه العالميه، والراس المال ديالها كبير بزاف، وغيوصل الترتيب ديالها ثامن اكبر اقتصاد في العالم. وكيتفكروا فاش قال لهم 80 دقيقه غتحدد 80 عام من عمركم، وكيعرفوا باللي خدمتهم هي يطولوا العمر بادويه ضد الاحساس والعلاج بالجينات وعمليات جراحيه بالمجهر. عزي كيقول لهم باين باللي لقاو الدواء، والتصنيع والتسويق غيتضاعف الحجم ديالو 3 المرات في السوق، وغيكونوا وظائف لينا كاملين. وصاحبنا كيقول لها اختنا انت علاش مهتمه، وكتقول له الا كنتي كظن انا مصابه فراه الجواب هو لا. وهو كيقول لها باللي كتعرفي شي حد مصاب، وكتخبروا باللي كلنا كنعرفوا شي واحد مصاب بالفيروس، وهذا الشيء علاش كيتسمى وباء. وكتعترف ليهم باللي الشريك ديالها هو اللي مصاب. وتما هي كتمشي عند الحارس، هما كيحضروها باش ما تدويش معاه، ولكن هي ما كتدويش معاه وكتقلب له جيابو، وكتلقى واحد البريكه وكتاخذ. كيفكروا باش يخدموا داك الرشاشات يمكن يكون فيهم شي سائل من غير الماء. وعزي كيتحقق من الضوء كيقول لهم راه ماشي حمراء وانما اضواء عاديين. هما كيمشيو يشعلوا العافيه. هاد صاحبنا كينوض وكيمشي كيبقى يشوف في الوقت، هي كتحاول ولكن بدون جدوى. صاحبنا كيشد ورقه كيكمشها وكيعطيها لها تخدمها وكتنجح القضيه. هما كيتحققوا من الاوراق، مع كتبغي تاخذ ورقتها ما كتلقاهاش، وصاحبنا كيكون عطاها ليها تحرقها وضاخ عليها، وتما كتقصى من الامتحان. عزي كيتكره وكيقول له اش درتي، غنجي نطفي لك وجهك دابا. وتما كيتفضوا كيقولوا له انت اش درتي. القهوي كيقول لهم ماشي اش دار انما اش قال. هو فاش قال طفي فضو، فاش غنقولوا شعل غيشعل، وتما هما معاك كيقولوا شعل كيشعل الضو. ودابا خاصهم يراعيو اش كيقولوا واش كيديروا في نفس الوقت. هاد صاحبنا كيبدا كيبكي وكيجي عنده البيض وكيزعم ويقطع ورقته وياكلها. هو كيجي عنده الحارس كيديه والنظارات ديالو كيبقاو طايحين تما. عزي كيقول له هذا ماشي تعاون، وصاحبنا كيقول له انا اكتشفت السؤال ولكن ما غنقولوا لكمش، ما كاينلاش نديرها. والغامضه كتخبرهم باللي راه ما غيقول لهمش حيت صاحبنا فيه النرجسيه. وتما عزي كيضربوا كيطيحوا وكيربطوه في كرسي باش ما يديرش ليهم المشاكل، وغيكونوا حيدوه من المنافسه. وكيفكروا باش يخرجوه لبرا، والزعره كتقول لهم فكروا في شنو قال المراقب، انه الا اختار يخرج، ولكن الا نتوما اختاريتوه يخرج هادشي غيخليكم في خطر. هو كيفيق كيبقى كيغوت وكيقول له باللي عنده الدواء كل ساعه وخاصو يشربو دابا، وكيعرفوا باللي مرض واحد كيتعالج بهذه الطريقه وباللي هو مصاب بالفيروس. هما كيقولوا له عطينا السؤال وغنعطيوك الدواء، وكيقول لهم غير عطيوه اللي بعدا راه ضروري المهدئات، والا ما خداش غيفقد الوعي وغتجي تشنجات
وغادي يموت. وهاد العمليه كتاخد ساعات وماشي دقائق. عزي كيقول لهم فاش غتبدا التجنجات غنعرفوك كتقول الحقيقه، ولكن دابا لا. وهاد ختنا كتقول لهم باللي هما غيكونوا زرعوه لينا باش يحرضنا. والقهوي كيقول لها لا، انت اللي غادي تكوني خدامه معاهم حيت كتعرفي عليهم بزاف. وكتقول له باللي هي طبيبه نفسيه. وصاحبنا كيقول لهم ما تخافوش، حتى انا قاري علم النفس العكسي، وكيربطها في الكرسي. هو كيقول لها خبرينا بالحقيقه وغادي نطلقك. تما كتقول لهم انا كنخدم هنا، ولكن ماشي هما اللي داروني، سمعت بالوظيفه داخليا وتقدمت ليهم. هو كيقول لها خبرينا بداك الشيء اللي باغيين نعرفه. وكتقول له انا براسي راه ما عارفاش وبحالي بحالكم. هو كيشد ورقه وكيوريها شحال ماضيه وكيبغي يعذبها تما. هما كيعرفوه باللي كان جندي في العسكر وكيبدا كيعذب فيها. عزي كيبغي يدخل وكيضربو وهو كيمشي ليها لعينيها. هي كتقول له راه قلت لك داك الشيء اللي عارفه، وكيعرفها كتقول الحقيقه. صاحبنا بداو كيشدوه تجنجات وكيعرفوه باللي حقيقي ما كيمثلش عليهم، حيت عزي مراته بسبابه ماتت وخاصهم يعطيوها ديك الحبه ديال الدواء دابا. ولكن ديك الحبه عند من؟ هما كيبداو يقلبوا بعضياتهم وما كيلقاوش. ختنا كتشوف القهوي كيمضغ المسكه وكتمشي لبلاصتو وكتلقاه مخبعها. مع كيبغيو يعطيوها له ما كيخليهمش، كيضرب لها يديها وهي كطيح في قادو السنه. كيحاولوا يجبدوها والو. وصاحبنا تما كيدخل في غيبوبه. اختنا كتقول لهم نخرجوه لبرا باش يتلقى العلاج، هما راه غيتفهمونا. هي كتحاول تخرجو كيبان لها كينزف، والزعره مازال كتحاول تجبدها. هاد اختنا كتبقى كتغوت باش يعاونوه. هو كيجي كيخرجها الحارس حيت دوات مع المراقب. الزعره كتجبدها وكتعطيها له. هو الحاله ديالو كتبدا كتحسن. هما كيقولوا له شنو هو السؤال. كيقول لهم واش مازال ما فهمتوا؟ راه ما كاينش سؤال، هاد الاختبار هو السؤال وحنا هما الاجابه، ولكن الاجابه راه بصيغه الجمع. وهو قال لهم بلي خاص يكون جواب واحد بصيغه ديال المفرد، واللي كيعني هو غيبقى واحد منهم تما. هو كيشوف الفردي عند الحارس كيبغي يمشي ليه باش ياخذو. عزي كيتعرض له كياخذو. هو خداه غير باش يمنعوا يخدموا عليهم، وكيقول لهم باللي يمكن الشركه تخدمنا كاملين. وصاحبنا كيقول له لا، حيت كاينه وظيفه وحده وواحد فينا هو اللي غياخذها. كيبقى كيضغط عليه بالهضره حتى كيبغي يتيري، ولكن الفردي خاوي. كيبقى مطايف معاه وكيضربو بواحد القلم لكتفو. كيجي القهوي هو كيضربو بالسلاح لراسو. كيقلب السلاح وكيلقاه عامر، ولكن ما كيتيريش حيت خدام بالبصمه. وكيمشي عند الحارس كيشد له يدو باش يقتلهم. والقهوي كيحبسو وكيقول له يقولنا اش نديرو وحنا غنديروها. وكيقول لهم باللي بغا يبقى بوحدو. كيقول له واش نضيعوا ورقتنا ونخرجوا؟ انت راك ربحتي دابا. هو كيقول لهم لا، خرجوا واحد بواحد. وهو تما كيخرج القهوي هو الاول. عزي كيقول له انت ما غتقدرش تيري. صاحبنا كيقول له انت مريض بحالي وموتك غيتم التفسير ديالو. الزعره كتقول لهم انا مليت من هذا الشيء، وكتمشي باش تخرج. هي مع كتبغي تخرج كتقول طفي، وهو كيطفى الضوء. عزي كيبقى كيتخبع وهو كيشعل الضوء، ولكن عزي كيكون تقاص وتما كيطيح. اخدنا مازال مخليه رجليها لداخل، وهو تما مع كيجي كيبغي يتيري فيها كيسالي الوقت. هي كتشوف النظارات ديال خونا وكتفكر هضرته باللي خاص تشوف بوضوح. وصاحبنا كيمشي قدام الزاج كيغوت وكيقول انت بغيتي جواب واحد وها انت كتشوف فيه دابا. هو كيجي الحارس كيوريه الوقت مازال مساله، وكيتفكر باللي ما خاصوش يدوي مع المراقب. هو كيبغي يقتل راسو، ولكن الفردي راه بالبصمه. تما كيبان المراقب مور الزاج. وصاحبنا خسر في الاختبار. والزعره كتشد النظارات والزاج وكتبقى كتشوف مزيان حتى كيبان لها السؤال مكتوب فيه السؤال رقم 1. وكتفكر هضره ديال المراقب باللي كاين سؤال واحد وقدامهم جواب واحد. وهو كيدخل هاد خونا. هي كتمشي كتعطيه النظارات ديالو والورقه، وتما كيسالي الوقت وكتقول له الجواب هو لا. وحيت السؤال اللي كان هو في الاول فاش قال لهم المراقب واش عندكم شي سؤال. هما كيفرحوا وكيقولوا باللي لقاو معاه من يتعاقدوا. هي كتقول له هذا الشيء الا وافقت انا، وكتقول له عندي اسئله. هو انت ما كتبانش بحاله. هو كيخبرها باللي المؤسس ديالهم مخترع وماشي رجل اعمال وما عندوش مع الشهره، وكيعرف يختار العملاء ديالو. هي كتقول له واش هذه الوظيفه هامه باش تقتل على قبلها. هو كيقول لها باش عرفتيه ميت. هي كتمشي كتشوفه وكتلقى شي حاجه عنده في شكل. كيقول لها فاش كنا كنبحثوا على العلاج ديال تجديد الخلايا لقينا هذه الحبه ديال الدواء اللي كتبيد الفيروس ولا الطفرات الاخرى، باللي خاصهم ينتجوا اكثر من هذا الدواء. والقرارات الصعبه خاص تكون ناتجه من قبل مدير حكيم، شخص كيجمع ما بين الاصغاء والانتباه لادق التفاصيل والتعاطف مع الاشخاص. وكيقول لها الا كنتي مازال مهتمه. عزي كيفيق بخير، وتما هي كتقبل الخدمه معاهم وكيتعاقدوا معاها. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا. خليو معاكم في التعاليق على الفيلم اللي تبغيو تشوفوا الملخص ديالو.